السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. اليوم غنوجد معكم واحد الكيك كيف ما كتشوفوا، كيك مقطع رائع كيجي شكلا ومذاقا شي حاجه طوب ديال الطوب، ودائما في اطار الوصفات البسيطه والسهله والاقتصاديه. غنوجد معكم هاد الكيكه، صراحه كتجي خطيره. بحال ما هكا قطع فرديه يرافقوا وليداتكم معاهم المدرسه. الا كنتو خارجين دو معكم الخرجات ديالكم لشرب الشاي والقهوه، كيجي رائع رائع بزاف كيف ما كتشوفوا في لا فيديو شكلا ومذاقا. بلا ما نطول عليكم ونحمسكم اكثر، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا كمقادير، عندي كاس ديال الحليب، عندي كاس لاروب ديال زيت نباتيه، كاس ديال السكر كيف ما كتشوفوا سكر سنيده ما عامرش، جوج حبات ديال البيض، عندي هنا جوج الاكياس ديال البيكنج باودر، وواحد الكيس ديال الكاكاو، عندي هنايا الحامض معصور وكذلك قشرة حامضة، عندي جوج الملاعق كبيرة ديال الكوك، وعندي هنايا 250 غرام ديال الدقيق الابيض الممتاز. هذا الشيء كله البنات بلا فوي بلا تطراب بلا حتى شي حاجه، هادشي كله نخدموه في الخلاط دفعه واحده كيف ما كتشوفوا. البيض سنيده، الزيت، يعني كلشي الا الدقيق والخمارات وداك الكاكاو كيف ما هو موضح، يعني طريقه بسيطه وسهله كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للعصير ديال الحامض، انا ضفت جوج ملاعق كبار مملوءه، صافي غنضيف معهم داك الكاس ديال الحليب اللي بحراره المطبخ. كيف ما شفتوا غير جوج حبات ديال البيض غيعطينا كيك اللي القوام ديالو طالع رائع، ويعني بكميه كثيره الله يبارك. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما طحنت الخليط كامل، كنحصل على الخليط على هذا الشكل، شكل يعني لون ابيض. صافي هنا غنبدا نضيف الدقيق على دفعتين. كيف ما قلت لكم انا عندي هنا الدقيق 250 غرام، يعني راه العبار مضبوط. الا كان عندكم حبه البيض كبار كيف ما درت انايا، ما كانش كيبقى الدقيق عاوتاني على حسب الحجم ديال البيض وعلى النوعيه ديال الدقيق اللي كيشرب، كاين اللي لا. صافي هنايا كيف ما شفتوا غادي نخلط، ضفت معاهم هذوك جوج الاكياس ديال الخميره، صافي كنخلط مزيان مزيان كيف ما شفتوا. ساهل هاد الكيكه البنات، ما تياخذش منكم وقت ولا مجهود. في هاد الاثناء انا راني شعلت على الفران. صافي هنايا درت ما تبقى لي من دقيق دقيق ماشي الدقيق. صافي كيف ما شفتوا كنخلط غير بالفوي صافي، وهذا هو القوام اللي بغيت. يعني هاد الكيك كنخليو القوام ديالو خفيف باش كيجينا خفيف واسفنجي، يعني كيجي كيك خفيف كي الريشه كديريه في فمك كيذوب ذوبان. شوفوا واحد الريحه طالعه تبارك الله ديال الكوك مع طحناه مع داك القشور ديال الحامض والعصير ديال الحامض، ما شاء الله كيجي ولا اروع. هنا خديت صفيحه كيف ما شفتوا اللي دهنتها بالزيت وفرشت لها هذاك الورق باش يتقبط ليا معاه باش ما يبقاش يلعب. صافي هنايا غادي نقص واحد تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الخليط اللي غادي نضيف ليهم الكاكاو كتزيين. صافي هنايا غادي نصب الخليط ديالي في الصفيحه كيف ما هو موضح. هنا البنات كنحاول اني نهضر شويه بالعربيه الفصحى لان العربيه اللي كتبان للاشقاء ديالنا العرب، علاش ما كنبغيش نبقى نقول الدقيق بزاف وهذا، ولكن راه ما تيفهموناش. هو صراحه هضرتنا حنايا راه كلشي كيفهمها، ما عرفتش علاش ما تيفهموهاش. المهم ما علينا. هنايا كيف ما شفتوا كيف ما موضح في لا فيديو، خديت واحد القمع بلاستيكي اللي درت فيه هذاك الخليط اللي زدت عليه واحد نص آه كيس ديال الكاكاو. هنا ضفت البنات غير نص كيس اللي خدمت به. صافي وكناخذ واحد العود خشبي وكنزين بهذه الطريقه، الطريقه ديال الملفيه اللي كلشي كيعرفها. صافي كيعطينا شكل زوين، صراحه كيجي رائع هذا الشكل. صافي وغادي ندخل الكيكه ديالي للفرن المسخن من قبل على درجه حراره 180 من الاسفل. صافي هنا كما كتشوفوا الكيكه ديالي راه خليتها حتى بردات البنات. ها هي شوفوا تبارك الله كيف كتجي، راه ما شعلتش عليها من الفوق. بالنسبه للفرن ديال الضو شعلوا لها غير من التحت على درجه حراره 180. صافي راه غادي تحمر من الفوق. بالنسبه الا كان عندكم فرنو او فران ديال الغاز كتشعلوا على العافيه مهيله من التحت.
صافي، وكتشعل واحد شويه حتى كيذهب ليها اللون ديالها من الفوق صافي. وها هي هنا كيف ما كتشوفوا قلبت الكيكه ديالي. شوفوا كي كتجي تبارك الله، راه اسفنجيه يا سلام. صافي هنا غندوزو باش نقطعوا الكيك ديالنا. شوفوا تبارك الله الموس كيفاش كيهبط البنات، راه اسفنجيه 100%. عرفتوا البنات هاد الخليط اللي اعتمدتو في الكيك ديالكم، عرفتي كيجي الكيك بحال الريشه، كديريه في فمك كيذوب صافي. هنايا كيف ما شفتوا غنقطع، نتوما قطعوا على حسب القياس اللي بغيتو. كل واحد كيقطع على حسب عدد الافراد اللي عنده، القياس اللي بغاهم كبار بغاهم صغار، بغيتوهم متوسطين. كيف ما كتشوفوا راه كنزول هذوك الجوانب باش كنحصل على شكل مربع مقاد. صافي غادي نكمل التقطاع على هذا الشكل. هنايا خديت عندي الشكلاط عادي ديال كالا اللي درتو في بالماغي، ضفت عليه واحد شويه ديال الزيت المائده صافي وذوبتهم مع بعضهم. وهنا عندي الكوك صافي. هادو هما القطع ديال الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا صراحه راه كيجيو فنين، يعني بلا ما نزوقهم راه كيجيو رائعين بداك الشكل اللي درنا ليهم ديال الكاكاو من الفوق. صافي هنايا كنغمس الكيكه ديالي في الشكلاط. البنات حاولوا هنايا ما تكثروش الغميس لان شويه تلخت ليا من الفوق، ولكن معليش غنحاول الاخرين حتى هما ما نغمسهمش بزاف صافي. وكنمرمدها في الكوك وكنحطها على هذا الشكل كيف ما شفتوا، يعني كنغطس غير الجوانب في الشوكولا صافي وكنمرمدهم ديريكت في الكوك وكنحطهم فوق الورق المطبخ باش ورق الفرن باش ينشف لينا الشوكولاط وما يلصقش صافي. بحال ما كنبقى مستمره على هذا الشكل. شتو ديك الاولى غطستها بزاف في الشوكولاط، ولكن معليش غير هذيك بوحدها اللي جات شويه ماشي مشكل. كيجي شكلهم رائع رائع وغزال. وكيف ما قلت لكم البنات كيجيو ساهلين، سواء عندكم الشوكولاط كحل ولا بيض راه كيجي رائع. هذا الشكل ديال الكيكه كيجي غزال الصراحه. انا عندي الوليدات كيحماقوا على هذا الكيك. صافي غنبقى مستمره حتى نكمل. هنايا كما كتشوفوا كملت كاع القطع ديالي. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي الشكل ديالو كيشهي. والمذاق البنات الكوك والحامض راه كيجي شي حاجه اللي واو واو واو. انا غنقسم معكم الكيك باش تشوفوا من الداخل كيفاش كيجي. شوفوا كيفاش كيجي اسفنجي قطني هشيش. شوفوا البنات كيجي رائع رائع بزاف يعني وحجم كتير، يعني تبارك الله كما كتشوفوا عطاني حجم عائلي تبارك الله، كميه ديال القطع ما شاء الله. شوفوا كيفاش جا واعر. والله البنات اللي بغيتكم تجربوه صراحه غيعجبكم بزاف بزاف. ايوا ما نساش البنات ديروا لي لايك الله يسهل عليكم، وبارطاج مع احبابكم وصحابكم باش تكبر القناه ديالنا وما نبخلش عليكم حتى انا بوصفات زوينين وسهلين واكيد كيكونوا مجربين وناجحين. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.